قبل لا تنام اقرأ شيء هيك يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حصنت نفسي ببسم الله الرحمن الرحيم، واقرأ سورة الفاتحة. ووراها قول: حصنت نفسي ببسم الله الرحمن الرحيم، واقرأ سورة الإخلاص. وراها قول: حصنت نفسي ببسم الله الرحمن الرحيم، واقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. آخر شيء قول: حصنت نفسي بمحمد وآل محمد. ذكر جملة من الصالحين. طريقة المندي سويتها بالبداية: نقعت الدجاجة يوم كامل وضفت لها التتبيلة. هنا أنا ضفت البهارات الدجاج وكركم ولون أكل، وضفت خل ليمون وخل أبيض، ونقعت الدجاجة يوم كامل. شرب. هنا نقعت الرز وخليت له ماي وخليت له ينسون وجوة باوة وقرنفل وورق الغار وعود الدارسين. وهناك ضفت أيضا صبغ قليل لون الأكل، وضفت بهارات المندي. هنا أنا بعدين طلعت الدجاجة وخليتها وسلفتها بالورق ورق الشفاف، وخليت بعدين سيليفون وخليتها بالطباخ. وطبعا هي هاي لها طرق للمندي. هنا البعض يطبخون تمن يشون الدجاجة بوحدها، أو يسلقون الدجاجة وبعدين يشونها ويضيفون إلها النكهات ويضيفون النكهة على التمن. كل من وطريقته اللي تختلف. وخليتها بالطباخ على نار عالية ساعة، ساعة ونص أو ساعتين. نفتح الطباخ، بعدين نثقب ثقوب بالسيليفون، وبعد ساعة نشيل السيليفون ونمسحها بالخلطة المتكونة من دبس الرمان وبهارات الدجاج، نكهة قليلة، فلفل أسود، وضفت زنجبيل قليل وثوم مطحون وبصل مطحون ومعجون قليل. هنا نمسح بها الواجهية للدجاجة. وهذه الطريقة تريد لها وقت قبل 4 ساعات تتجهز. ولهنا تنتهي تفاصيل طريقة المندي بهذه الطريقة. وهذا شكله النهائي. سهمنا وسهمكم العافية.